السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ يا ريت تدعمونا بلايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وأول خبر معانا النهاردة، صلاح يعود لتدريبات ليفربول بعد غياب أكتر من أسبوعين. حصلت إدارة ليفربول على دفعة معنوية قوية بعودة المهاجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات يوم الأربعاء بعد أن قضى أكثر من أسبوعين خارج الملعب بسبب الإصابة في العضلة الخلفية. وعودة صلاح جت قبل يوم واحد من مباراة ليفربول في الدوري الأوروبي أمام سبارتا براغ، وقبل 4 أيام من مواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ما شاء الله، صلاح مسجل 19 هدف لليفربول الموسم ده في جميع المسابقات. الخبر الثاني معانا النهارده، الهلال السعودي في المربع الذهبي. في دوري ابطال اسيا، الهلال السعودي يهزم اتحاد جده ويقترب من المربع الذهبي. حقق الهلال السعودي انتصارا مستحقا على نادي اتحاد جده بنتيجه 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اسيا، وسجل الاهداف الصربي الكسندر متروفيتش واللاعب الرائع اللي انا بحبه جدا على المستوى الشخصي سالم الدوسري. وسيستضيف نادي اتحاد جده منافسه الهلال السعودي في مباراه العوده يوم الثلاثاء المقبل على استاد الجوهره في جده. الخبر اللي بعد كده معانا في فيديو النهارده، استمرارا للنتائج السلبيه لفريق بيراميدز، قررت اداره نادي بيراميدز توقيع عقوبات ماليه قاسيه على لاعبي الفريق بعد التعادل الذي حققه امام فاركو في الدوري المصري. كما قررت اداره بيراميدز ايقاف مستحقاتهم ورواتبهم لاجل غير مسمى بعد ضياع نقطتين في مشوار المنافسه على لقب الدوري. كمان اداره بيراميدز لم تكتفي عند هذا الحد، بل وجهت تحذير شديد اللهجه بتجميد بعض اللاعبين وتوجيه الشكر لهم بنهايه الموسم. الخبر الاخير معانا في فيديو النهارده، اصابه المدير الفني لنادي بايرن ميونخ. كان الخطاب الحماسي للمدير الفني لبايرن ميونخ توماس توخيل مع لاعبيه قبل مواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا مفعول السحر بعد فوز فريقه الألماني 3-0 على منافسه الإيطالي يوم الثلاثاء، وصل بهم لدور الثمانية. لكن توخيل دفع ثمن فوز فريقه بإصابته في إصبع القدم، وقال المدرب الذي سيترك البايرن في نهاية الموسم بعد ما يزيد على عام من توليه المسؤولية إنه ركل صندوقا في غرفة تغيير الملابس خلال خطابه الحماسي أمام لاعبيه الذين كانوا في أمس الحاجة للفوز لإنعاش موسمهم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.